أما الآن فما ننقله لكم هو العثور على جثة متفحمة مدفونة، يعني كانوا بيولعوا في الجثث ويدفنوها حتى يتم إخفاء معالم التعذيب. طبعا تخفى معالم الجريمة، لأن هذه الجثة من الجثث التي قتلت بالتعذيب. وأنا أشرت في بداية حديثي عن كم من قتلوا بالتعذيب كثيرين، ومن ألقوا خارج ربعة ده عدد منهم، لكن من دفنوا داخل ربعة بعد أن أحرقوا عشان ما يطلعش بقى لا ريحة ولا تلوث بيئي ولا دول مجرمين. ومنذ ساعة تقريبا كانت جثتان أيضا تم استخراجهما من حديقة مسجد رابعة. ده في جثث احترقت أثناء انسحابهم، أثناء خروجهم، وفي جثث بتكتشف. وسيتم الكشف عن المزيد طبعا والمزيد. طبعا هؤلاء مجرمين عندما تحل هذه الجماعة بمنطقة لا يحل معها إلا الخراب. طبعا.